تعالى اوريك بالتفاصيل تفرق ما بين الاصلي ازاي والمضروب ازاي. بص يا داوود الفرق عامل ازاي؟ فرق الخلطه والخامه، في نحاس اكتر، هنا خامه مظبوطه تحافظ على الطنابير، هنا بيحاول يوفر فبيحط اي خامه عشان يوفر في التكلفه. فرق الفينش لازم يفضحه عشان هو مش مصنع اصلي، فهنلاقي هنا في مشكله في الفينش. ده الاصلي وده المضروب، ده فلتر زيت اصلي وده فلتر زيت مضروب، الاثنين عليهم علامه موبس، بس دي علامه موبس مضروبه ودي علامه موبس اصليه، دي بيبقى عليها رقم التشغيله ودي مش عليها رقم التشغيله. كمان الفرق واضح في كام حاجه كمان. بصوا يا جماعه الفروقات هنا، اول حاجه النيكل هو الاصلي، المطفي ده مش الاصلي. كمان هنا بص الكاوتشه بتاعته الاصلي في علامه هيونداي اهي يا جماعه، في علامه هيونداي اهيت، الختم يكاد يكون قريب من بعضه. وكمان فلاتر البنزين ده الاصلي ده المضروب، ده ناعم شويه وده خشن لان الصبه بتاعته ما كانتش مظبوطه، وكمان التقفيل بتاعه حاجه رديئه جدا. كمان الكليبس في الجنب، الكليبس هنا بيلمع والكليبس هنا مطفي، فما تمشيش ورا الكرتونه عشان الكرتونه ممكن تتقلب ببساطه هنا في مصر واطلع لك نفس الكواليتي بتاع التغليف. فالتغليف اركنه على جنب، ولما تيجي تقارن بالقطعه نفسها لان الفروقات بتكون واضحه. لو انت عايز تختار اي فلتر اتفرج على الفينش بتاعه، ده ببساطه اللي بنقدر نفرق ما بين الاثنين. ما تنساش تتعامل مع اي مكان لازم تحافظ على 3 حاجات: فاتوره تضمن لك حقك، مرتجع 14 يوم ده حقك من حمايه المستهلك، بتقول ان اي حد بيبيع اي حاجه بفاتوره لازم خلال 14 يوم يكون من حقك ترجعها، زائد ودي اهم حاجه ان طالما القطعه مش كهرباء فمن حقك عليها ضمان. خليك فاكر انا نصحتك وانت براحتك.